تطلع النهارده وتبقى راجل كده محترم زي ما انت، وتطلع تقول لي ان الاهلي موقوف قيده، وان احنا هنحاول نعمل وهنحاول نجيب وهنشوف قرض وهنشوف بتاع، لانه نفس الظروف. برغم ان انت دوله كامله بتسند فيك، مؤسسات رياضيه كامله بتغذي النادي الاهلي، سواء بعقود رعايه خزعبليه وارقام كبيره جدا جدا تفوق المستوى اللي احنا بنلعب فيه بتاع دورياتنا وبطولاتنا الفاسده، او كميه الاعلانات الرهيبه اللي عندك، او فلوس عائد البث اللي هو بيميزك على كل انديه الارض في مصر هنا. وبالاضافه لرجال اعمال من اياهم عندك كتير بيمولوا لك وعاملين لك سقف مفتوح. انا عارف انه المساله يمكن تاخد منك يوم ولا اتنين ولا تلاته وتدفع الفلوس بتاعت النادي الانجليزي هيدرسفيلد اللي كان فيه رمضان صبحي، اللي حضرتك خدت عليه الفلوس من ساعتها لحد النهارده ما سددتهاش، كانت السبب في ايقاف قيدك. فعايز اقول لك اهلا بيك يا كابتن عدلي، انت والنادي الاهلي زي انت ما قلت في القايمه السوداء. وفي فرق بين نادي بينضف من ديون كانت عليه وبيرجع لنفسه القيد، وفرق بين نادي رايح بقى يبدا مشوار ومسيره مع ايقاف القيد. شمتانين؟ لا مش شمتانين. بنلقح زيك؟ لا مش تلقيح، بس بنقول لك ان الرياضه يوم ليك ويوم عليك. الانديه لما تتعثر مش معناها ان الانديه دي نصابه. النادي الاهلي لما يتعثر في ازمه ويتفك قيده او يتوقف قيده مره ولا بتاع فتره، ما هياش ازمه كبيره جدا. الزمالك كان بيمر بنفس الظروف. لو احنا عندنا اخلاق الفرسان مش هقول كنا ساعدنا الزمالك، بس معنويا كنت تضامنت مع الزمالك باعتباره نادي كبير زي ناديك. فانت تتمنى زي ما كان بيحصل زمان قبل الفتن اللي اتزرعت في اعلامنا الحالي، الكابتن فلان والكابتن فلان والكابتن فلان وحضرتك، قبل ما يطلع عننا المجموعه دي كانت الناس بتطلع تقول لك الاهلي والزمالك ايد واحده، والاهلي والزمالك تتيت وتتيت. كل ده انتهى من عند ظهورك في قناه النادي عشان تلقح على نادي كبير بحجم نادي الزمالك وتقول له انت ما عندكش قيد، واقف عندك القيد فانت مفضوح. اهلا بيك في عالم الفضيحه يا كابتن عدلي يقيعي. اهلا بالنادي الاهلي. مش هقول الاهلي اكرم منك، يعني انا بكلمك انت بشكل شخصي. مش هقول اهلا بالنادي الاهلي في خانه الفضايح، في خانه الفضايح بتاعه الانديه اللي ممنوع من القيد. بس هقول لك انت ايه رايك في دخول الاهلي هذه القائمه السوداء، البلاك ليست. الزمالك بيخرج وحضرتك بتدخل. فالمساله يا جماعه محتاجه شويه هدوء. النهارده اذا كان جالك مجلس كان متعثر، جالك مجلس فك الازمات. النهارده انت عندك حد بيدفع لك بدون حساب، وانت عارف راتبك قد ايه في شركه الكوره من النادي الاهلي، فليك الحق انك تطلع تقول وتطلع تتكلم وتطلع تنتقد، بس اطلع ارقص وافرح وطبل لناديك. المنافس مش بتاعك. المنافس متعثر، عنده فلوس، جاب صفقات، ما جابش صفقات، حضرتك تتفرج من بعيد وانت ساكت، لانك لا زملكاوي ولا عضو جمعيه عموميه في الزمالك ولا منتمي لهذا النادي العظيم. انت منتمي للنادي الاهلي العظيم برضه، فخليك مع النادي الاهلي. بس انا بنصحك ترتقي لاخلاقيات النادي الاهلي. يعني اذا كانوا بيفهمونا دايما ان في قيم ومبادئ، فحضرتك بره صندوق القيم والمبادئ بتاع النادي الاهلي، او يبقى اللي جوه كله كده، كله عدل القيع. يعني لو في النادي موافقينك على طرحك وسخريتك وطول الوقت وتقليلك من الزمالك والتحفيل عليه زي العيال الصغيره، الشباب الصغار اللي بيعملوا سشوار كده وبيحطوا جل يا كابتن عدلي، يبقى كمل. يبقى الصندوق كله كده، صندوق القيم والمبادئ يبقى كله عدل القيعي. اما لو الصندوق فيه ناس دماغها افضل، وانا متاكد من ده، كان حد برضه وقفك وقال لك عيب اللي انت بتعمله. النهارده الفيفا بقى اللي قال لك عيب، لا طلع مسؤول زملكاوي ولا حسين لبيب التفت لك ولا رد عليك. كل اللي رد عليك احمد سالم وطلعت زعلت منه، المتحدث الرسمي بتاع نادي الزمالك، لانك انتقدته بشكل شخصي يوم ما اتكلمت كده عن الزمالك. يا كابتن عدلي، مش عايز اقول لك كلمه برضو بيقولوها الشباب بس هي لايقه جدا على الموقف.